السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أنه سيكون موسم صيفي ساخن في الانتقالات الصيفية لنادي اتحاد جدة السعودية، حيث أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما، اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني حتى موسم عام 2026. ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر صفحته الرسمية موقع تويتر صورا من توقيع عقد بنزيما التي جمعته مع رئيس العميد أنمار الحائلي، وفيديو تحدث فيه النجم الفرنسي. وقال بنزيما خلال الفيديو: متحمس أشوفكم في جدة. هذا كان ريال مدريد قد أعلن في بيان رسمي يوم الأحد الماضي رحيل بنزيما عن الفريق بعد مسيرة مميزة استمرت 14 عاما في سانتياغو برنابيو. ولكن المفاجأة الكبرى والصفقات الاتحادية أتت سريعا، حيث لم تنتهي مهمة إدارة الاتحاد في الميركاتو الصيفي بالتوقيع مع كريم بنزيما نجم ريال مدريد، حيث كشف الإيطالي رودي جاليتي عن نية الاتحاد السعودي في حسم صفقة نوغولو كانتي في الساعات القليلة المقبلة، حيث أن المصادر تؤكد أن اللاعب أصبح مقتنعا بالعرض ووافق عليه، وهناك فرصة كبيرة لحسم الصفقة في القريب العاجل. وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن كانتي من المنتظر حصول على راتب يصل إلى 100 مليون يورو تشمل حقوق الصور والإعلانات، حيث حسم الاتحاد صفقة بنزيما، وستكون الصفقة التالية هي صفقة كانتي المنتظرة. هذا أوضح الصحفي الإيطالي في تغريدته أن كانتي على وشك الانضمام للاتحاد جدة السعودي، وأن التفاصيل النهائية قيد المناقشة، وهناك توقعات بأنه سيقبل الانتقال للدوري السعودي، حيث يقدر عقده بقيمة 100 مليون يورو في العام الواحد. من جانب كتب الصحفي النرويجي بيدرو ألميدا نفس الأنباء، لكنه أكد اتمام التعاقد مع كانتي، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام الرياضية. وقال في تغريده: كانتي للاتحاد السعودي، حيث أبرمت الصفقة عمليا، وذلك بعد ضم كريم بنزيما للاتحاد، حيث ودع بنزيما الفائز بالكرة الذهبية ناديه ريال مدريد في وقت سابق يوم الثلاثاء في حفل صغير وخاص دون حضور المشجعين ووسائل الإعلام، وبعد مسيرة حافلة على مدار 14 عاما.